bounds. عايز تعرف ازاي تفتح كلام مع شخص اول مره تشوفه وما تعرفوش، من غير ما يصدك ولا يكسفك، من غير ما تحس ان انت متردد او محرج، من غير ان انت ما تخاف. الفيديو ده انا عامله مخصوص للناس اللي بتبقى عايزه تتكلم كتير وجواها حاجات عايزه تقولها ومفيش يقف مكانه. صدقني الموضوع سهل جدا. اهم حاجه انك ترتب افكارك. عشان ترتب افكارك صح، الفيديو ده انا عملته مخصوص ليك. يبقى اذا اول نقطه نتكلم عليها النهارده عشان خاطر نحقق كل اللي اتفقنا عليه ده، هو ان انت لازم تبدا بسؤال. معظم العلاقات عشان تبدا بدايه صحيحه تبدا تتعرف على الناس انك هتسال انت اوريدي ما تعرفهمش. عشان تسال الشخص اللي قدامك لازم تكون ذكي، لازم تكون كرييتيف. وانا هنا هعلمك ازاي تستغل كل حاجه حواليك عشان تبدا تتكلم مع الشخص اللي قدامك بافكار مرتبه. اول حاجه نتكلم عليها هي البيئه المحيطه حواليك، المكان المحيط. انا دلوقتي في جامعه، في نادي، في مدرسه، في مستشفى، في الشارع، في اشاره مرور، في اسم شرطه. لازم تستغل المكان ده. على سبيل المثال هنديكم مثال واحد يعبر عن اللي انا اقصده في حوار البيئه المحيطه. انت دخلت مستشفى وعايز تتعرف على دكتور واقف قدامك، انت شايف ان هو انسان هيفيدك، او انت عايز تتكلم معاه عشان تسال حاجه معينه. ابدا اتكلم معاه على شغلته. ابدا اتكلم معاه على اساس ان انت بتسال على دكتور انت تخصص ايه بعد اذنك، دكتور انت هنا في المستشفى بقالك قد ايه. ابدا اتكلموا عن الشغل بتاعه والمكان اللي انتوا فيه. طيب انا انسان بعرف اتعامل كويس جدا بره، بس انا ضعيف على السوشيال ميديا، او العكس انا اصلا حياتي بره قليله قوي، فمش هاممني نصايح بره وهاممني اكتر نصايح على السوشيال ميديا. ازاي اقدر ان انا اتعرف على حد على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا اسهل بكتير بحيث ان نسبه الاحراج فيها قليله. انت بيبقى الشات بينك وبين الشخص اللي قدامك بس، وبالتالي انت هتستغل الصفحه الشخصيه بتاعت الشخص اللي انت عايز تكلمه. الصفحه دي انا في رايي انها منبع معلومات هائل، بالذات الناس اللي بتبقى فاتحاها بابليك، ظهر الصور، ظهر البوستات، ظهر كل حاجه. انت كل المطلوب منك انك انت تخش على الصفحه الشخصيه بتاعت الشخص اللي قدامك، تشوف هو من مدينه ايه، هو بيحب مثلا افلام معينه، بيعمل لايك لبيج معينه، لصفحات معينه، مشترك في جروبات معينه. ابسط حاجه انا لسه متعرف على شخص عن طريق ان هو مشترك في جروب عربيات بتاع اللانسر شارك. فدخلت سالته، استاذن حضرتك اسالك سؤال عن اللانسر بحيث ان انت عندك لانسر شارك. قال لي اتفضل. بدات اتكلم معاه وسالته وتعرفنا وبقينا اصحاب واتقابلنا بره، بقت الدنيا سهله جدا. فانت لازم تستغل الصفحه الشخصيه بتاعت الشخص اللي قدامك. طيب دلوقتي تيجي النقطه الاهم، الا وهي ان احنا خلاص سالت السؤال وبدا يجاوب، بدا يبقى في كلام بينا. ايه اللي مطلوب مني؟ مطلوب من حضرتك حاجه واحده بس، ان انت ما ترغيش. سيب الشخص اللي قدامك هو اللي يتكلم، لان انت طول ما انت بتقاطعه هو هيحس ان انت ما صدقت ان هو جاوبك على السؤال وعمال ترغي ترغي ترغي. لا، ما تخلوش يحس بكده. دي اول ميزه في الموضوع ده. تاني ميزه انها هتديك فرصه ان انت تحضر افكارك، ان هو وهو بيجاوب على سؤالك الاولاني انت بتحضر اساله على ايه تاني. ما انت مش معقول كلامك كله هيبقى جاهز في دماغك، انت ما تضمنش هو هيجاوب يقول ايه. فانت لازم هو بيجاوبك على سؤالك انت تكون مركز في الكلام اللي بيقوله، عشان ما تفتكرش ان انت سرحان وسايبه يتكلم لوحده. وفي نفس الوقت تكون بتحضر للسؤال اللي جاي، اقول له ايه، اساله عن ايه، بحيث ان انا ما اجيش فجاه يخلص كلامه كنت برغي اصلا ومش مركز ومش محضر حاجه، وابدا اتهته واتلخبط واقول له خلاص شكرا مع السلامه. ما انت اتحركت. ما تسمحش لنفسك انك تتحرج، بحيث ان انت لازم تدي نفسك فرصه انك انت تفكر في اللي جاي. طيب انا في مكان والشخص اللي موجود هنا قدامي وعايز اكلمه وهو برده مش من المكان ده ومش لاقي حاجه اتكلم فيها خالص. في حاجتين لازم تبقى واخد بالك منهم. الحاجه الاولانيه، انت ممكن تفتح كلام من اقل حاجه. صدقني حضرتك مثلا واقف في الشارع او واقف في لاين في سينما بتحكي تيكت، ايا كان انت فين، حصل موقف قدامك لايف، انت لازم تستغل الموقف ده. حرامي سرق شنطه من بنت، عربيه خبطت عربيه، لازم تستغل اللي حواليك، لازم تكون كرييتيف زي ما قلت لك. حصل حاجه زي دي، لا حول الله يا رب وبتاع، شفت اللي حصل وبتاع، او شفت الاستاذ اللي حصل يا نهار ابيض، وابدا انكشه. عارف تنكش اللي قدامك مش اكتر. طيب ايه كمان ممكن استغله في ان انا اتعرف على الشخص اللي قدامي؟ في حاجات بسيطه جدا ممكن تفرق مع حضرتك، لدرجه ان انت ممكن لو ركزت في لبس اللي قدامك تقدر تلاقي حاجه صغيره جدا تخش منها. يعني مثلا الشخص ده مشتري حاجه من مكان انت عارفه كويس جدا، ممكن تبدا تتكلم معاه من عن طريق المكان ده، تقول له مثلا هو حضرتك شاري كذا ده من المكان الفلاني، سواء كان مثلا الجاكيت اللي هو لابسه، الشنطه اللي هي ماسكاها، وات ايفر. اسال السؤال بتاعك، هيبدا يفتح كلام. صدقني والله الموضوع بسيط جدا. انا في مره اتعرفت على ولد يعني لذيذ جدا، مجرد ان كان رباط الكوتشي بتاعه مفكوك. يعني الدنيا سهله جدا، مش موضوع خوف ولا قلق ولا في اي توتر في الموضوع. ابدا اتكلم، ابدا والباقي سهل. لازم تبقى عارف وواثق ان الناس كلها بلا استثناء ما بتحبش الشخص الكئيب.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش تخش تكلم شخص معين او بنت ولد او whatever كان مين وانت مكشر وانت متضايق وانت عندك اكسبريشن على وشك عنيف. ما ينفعش، لازم وانت بتتكلم تاخد بالك جدا بحيث ان يكون في على وشك ابتسامه خفيفه. ما بقولكش اللي هو لا لا والنبي بلاش بلاش، ابتسامه خفيفه جدا كده، حاجه حلوه، بحيث ان انت اللي قدامك يحس بالراحه وهو بيكلمك من ملامحك ومن نبره صوتك، بحيث ان انت تكون على ملامحك ابتسامه خفيفه. ما بقولكش لا انت كده عبيط، بلاش كده. عايز ابتسامه خفيفه جدا على وشك. ونبره الصوت يا جماعه، ما ينفعش يكون صوتك واطي ومكسوف بالذات البنات، ولا ينفع يكون صوتك عالي وفضيحه وانت بتتكلم. اتكلم بصوت مسموع لكن هادي، بالراحه، كلامك واضح، كل حرف طالع بوضوح. ده كل المطلوب منك. النقطه الاخيره واللي انت لازم تحطها في بالك كويس جدا، انها من اهم النقط في رايي، اللي هو انت خلاص تعرفت على فلان، ما تتسرعش وتقول له هات بقى الواتس بتاعك وهات الفيس بتاعك وهات الانستجرام بتاعك. بحيث ان بالذات الكلام ده مع بنات، الكلام ده يحس ان انت بتنط على خصوصيته بسرعه. لا، انا عايزك تتعرف عليه وتقعد تتكلموا مع بعض وما تجيبش سيره اي حاجه من الحاجات دي لحد ما خلاص انت هتمشي او هو هيمشي. والافضل كمان اللي انا افضله ان انت ما تقولوش هات انت فيسبوك بتاعك او رقم تليفونك، لا، انت الافضل انك انت تديله رقم تليفونك انت الشخصي، تقول له ده رقم تليفوني واتمنى ان انت تكلمني او ان انت تسجلني على الواتس عندك او الكلام ده كله. ده كان فيديو النهارده، وصدقوني الموضوع صعب جدا انك انت تسجل مكان مفتوح فيه حاجات كتير جدا صعبه. لكن انا برضو رايكم يهمني جدا، هل التصوير بره احسن ولا مكان في البيت احسن؟ هل في البيت احسن بس اغير حاجه معينه؟ يا ريت الناس كلها تسيب ارائهم في الكومنتات تحت، انا بقرا كل الكومنتات وهرد على الكل ان شاء الله.